أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. المشايخ الأكارم، السادة الأجلاء، حياكم الله ومساكم بالخير واليمن والبركة. قال سماحة المرجع الديني الكبير السيد صادق الحسيني الشيرازي: نشر الإسلام الصحيح ورد الشبهات واجب عيني على الجميع. امتثالا لتوجيهات المرجعية الرشيدة، منذ 5 سنوات افتتحنا القسم الإلكتروني في حوزة المحقق الكركي رضوان الله عليه، حيث تهتم هذه الحوزة بالجانب التبليغي مع الجانب العلمي، لأن التبليغ وطلب العلم سلاحان لطالب العلم. حقيقة نمر الآن بمشاكل عديدة، بأزمات عديدة، شبهات الملحدين، كلمات ضد رسول الله وضد القرآن وضد الله سبحانه وتعالى. فالمسؤولية عظيمة على الجميع، ليست فقط على طالب العلم. فعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون الحوزات، وحوزتنا خصوصا امتثلت لذلك، أن تكون بمستوى هذه المشاكل المطروحة، بمستوى هذه الشبهات المطروحة. نحتاج في الحوزات إلى دروس السيرة، إلى دروس في القرآن، تأملات وتدبرات في القرآن. نحتاج دروس في رد الشبهات على المخالفين، على الملحدين، على منكري التقليد. حقيقة نحن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالدور التبليغي دور هام جدا، ينبغي أن يكون المنهاج الدراسي في الحوزة العلمية يتناسب مع هذا الدور، أن تكون كما هذه الحوزة دروس ودورات في البحث العلمي والتحقيق والخطابة، بل كل الأدوات وكل الوسائل التي ينبغي أن تكون بيد طالب العلم ينبغي أن تتوفر لهذا المبلغ. إن شاء الله في هذا اليوم عبارة عن هذا الافتتاح لهذه الحوزة بقسمها المسائي، حيث نسعى في هذه الحوزة أن تكون كما الجامعات، كما المدارس، أن تكون نموذجية. سؤال: لماذا لا تكون لدينا حوزات نموذجية، حوزات متكاملة من حيث المنهاج الدراسي، من حيث اختيار الأستاذ في المكان المناسب؟ أنه قد يكون أستاذ ماهر في العقائد ولكن غير ماهر في النحو، فينبغي أن يوضع في محله. هذه النقطة. نقطة أخرى: ينبغي التوسع في بعض العلوم كالعقائد. العقائد درس أساسي، ولا نهمل الدروس الأخرى التي هي كمقدمات أساسية كالأصول والمنطق وعلوم اللغة العربية. فالسيرة، درس السيرة، سيرة أهل البيت مطلوبة. دروس في الخطابة ينبغي أن تكون داخل الحوزة حتى الطالب يهيئ لأن يكون خطيبا ناجحا. ينبغي أن يعرف كيف يكتب، كيف يتكلم بلغة علمية. ينبغي هذه الكتب الكثيرة في المكتبات التي أكلها التراب من كتب علمائنا الأجلاء التي لم تحقق إلى اليوم، ينبغي أن ينبثق من الحوزة مؤسسات للتحقيق، دورات للتحقيق. لا نطيل عليكم، ولكن نسأل من الله أن يشملنا بلطفه ورعايته، وخصوصا مولانا صاحب العصر والزمان. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.